السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني المتابعين والمشاهدين داخل وخارج الوطن. تحية كبيرة لكم ومرحبا في قصة من قصص السجناء، التشويق وفي نفس الوقت للعبرة. غنعاود لكم أخوتي القصة ديال أكبر مهرب وتاجر مخدرات على الصعيد الدولي والوطني. هاد السجين هذا الجنسية ديالو فرنسية وهو من جذور مغربية، يعني الأصل ديالو أخوتي مغربي والجنسية ديالو فرنسية. شي 5 شهور اللي دوز معايا وتما فين غنعرف عليه هادشي كامل، لأنه كان صديق مقرب وكان كينعس معايا في نفس الكروة. فين جابو هو الكارتي؟ كتعرفوا اي سجن ملي كتجي لبواجده كيجيو لبواجده، وخاصه ملي كيكون شي واحد بحال هاد الشكل هذا اللي كيكون فيها ديك الترونسفير ولا ديك البواجده اللي داخلين فيها شي مهرب كبير. وفين جايبينو العكاشه، يعني اي موظف ولا اي مدير ديال الجناح غادي يبغي هاد المهرب ولا هاد التاجر الكبير يحطو في الجناح عنده. وهاد الشي كيجي من بعد ما كتجي توصيه ديال مدير ديال السجن لرئيس المعقل، وكل واحد عنده النصيب ديالو. لان خوتي هنا من كندويو على واحد اللي مهرب من الحجم الكبير، ماشي شي مهرب اللي غنقولوا كيهرب كيلو ولا جوج ولا 3. هذا كان هو اليد اليمنى ديال الاخ ديالو، ما كانش كيخدم بوحدو، كان ديما كيهضر هو والاخ ديالو تليفون. فديك الوقيته تقريبا فين دخل هوايا كانوا التليفونات واصلين 36,000 ريال 40,000 ريال، يعني باقي ما وصلوش ل 100,000 ولا مليون اللي حاليا دابا كتسمع شي سجناء كيخرجوا كيقول لك بان الهاتف النقال داير مليون في الحبس. ولكن شكون اللي كيديروا غير بحال هذا الشكل هذا اللي كنعاودوا على القصه ديالو، هاد المهربين الكبار وتجار المخدرات، لان به باش كيديروا الخدمه ديالهم وباش البضاعه كتوصلهم وباش كيتلقاو مكالمات في حاله ما كانت شي لافاي ولا كانت شي حاجه ولا شي تبليغ ولا شي حاجه، كيحيدوا البروفات. يعني كيكونوا شبكه منظمه، واحد كيعلم الاخر، ومن كتجيب شي واحد هما كيوقفوا معاه، ماشي كيهربوا. كتلقى بنادم ما كيبانش ولكن خدام. هادشي اللي غادي يوقع لهاد الفرنسي هذا. من بعد ما جابوه طلعوه للكارتي، داز على الرود شوسي ما حطوش فيها. السبب اول حاجه كون بغى يحطو مدير الباطمه غادي يحطو في الرود شوسي، يعني في السفليه، غيكون قريب ليه. ولكن هو باش يتفادى هادوك الموظفه اللي في اجنحه اخرين، من كيجيو اي مدير ديال الجناح يقدر يمشي لجناح اخر، كاين واحد جوج 3 4 5 كيدور الاجنحه. الا شم شي واحد عنده البينغا من غتمشي عنده غتسلم عليه غيسلم عليك بواحد 4000 درهم ولا 3000 درهم، كتبان ليه هو بحال جبد شي قرصه ودار لها بحال هكا، بحال جبد صباعو وقرص جيبو، يعني ما كتبانش ليه. وهادشي شافتو عينينا. طلعوا عندنا الطروازيام، انا كنت في السيلو الكروه ديك الساعه، يلا دخلوا بنادم كيكونوا خارجين ليها في ديك الكروه بحال هكا، خارجين دوك الكرافا، خارجين مثلا دوك الدراري اللي كيدبروا على مول الوقت، كيعطيه ديك 50 درهم ولا 100 درهم ما كيخرجش الكور مع الصباح. من كيجي كيدخلوا بنادم هو عاد كيخرج ديك اللعبه لغسل وجهو تا هو باغي يتمشى في الكروه. هادشي اللي كيديروا بعض السجناء على اساس ما كيبغيش يحل عينيه في السيلون. من كيحل عينيه كيبغي يخرج كيعيط على داك الكرافه، ولكن هاد الشيء كله ما كيخرجش غير هكاك حيت صحيح ولا شي حاجه، لا يا خدام معاهم يا كتخلص على ديك الحاجه اللي خرجتي على قبل تسرح فيها رجليك. وهنا كتبان اخوتي ان الانسان ملي كيدخل السجن فراه هو كيولي تحت من الساروت، حيت هذاك الساروت هو الصديق ديال هذاك الموظف. الا دور غير نقشه وحده كيسد على كل شيء، ما يبقى حتى شي واحد كل شيء ديك الساعه شي كياكل شي. فاش جا هوايا دايز بحال هكا في الكروه، انا ديك الساعه ما كنعرفو ما والو، وتابعينو شي دراري دوك البلانطوات كتعرف بنادم يتبعك على كارو بكيه. المهم جاي وكيفرق، جايين مع السلعه من النهار الاول، جايب مع السلعه جاي وكيفرق على دوك البلانطوات حيت هو ما فاهم والو في الحبس. تخيلوا ان انسان كابر في فرنسا
مع والديه تما، مشى صغيور زي التمايه، يعني بنادم ما عارف حتى شي حاجه على المغرب. اول مره غادي يجي للمغرب على اساس زياره، الله اعلم هو اشنو كان يجي يدير بالضبط. المهم هما كانوا دايرين عليه بحث معمق، الانتربول في كل شيء. حدو هو دخل، مع دخل في المطار حتى كيوقفوا عليه الانتربول وكيعتقلوه وكيديوه. ومن بحثوا معاه باش شادينو شنو السبب اللي خلاهم يعرفوه بانه هو من المهربين او مشكوك فيهم. هو ورقه وحده لقاوها بانه هو مصيفط شي فلوس، وهاد الفلوس كونتيتي كثيره، يعني واحد الكونتيتي كثيره. كيلقاو واحد الانسان مصيفطه من واحد الجهه من فرنسا، ومصيفطه لواحد الجهه فين اللي هي في كتامه. وعند ما لقاو هاد الورقه هادي لقاوها عند واحد تاجر اللي هو حتى هو من الساكنه ديال الريف. من شافوا ديك المنطقه عارفين بانها عامره بهذيك المخدرات، يعني بلاصه اللي كينوض فيها الحشيش، كينوض فيها القنب الهندي اللي هو الكيف. عرفوا بان غتكون عنده شي علاقه مع شي مافيا، وبقاو سارحينو. وشوف اخوتي امتى غيطيح، يعني هو فين غادي يطيح. العمر ديالو تقريبا فاش تلاقيت معاه كانت عنده شي 28 سنه، دري باقي صغير. فاش غيتمو جايبينو بحال هكا ضارب واحد الكوسطار اخوتي. هذاك الكوسطار كيبري، كتعرفوا دوك الكوسطارات كومبليات اللي كيكون فيهم داك قشور الحوت، ديال الجلد ديال الحنش، يعني كيبان لك شي حاجه اللي خيال علمي. فاش كيتم جاي هو المدير ديال السجن ولا ما عرفت شكون، ما ضربش هذاك الكومبلي، وجايين وراه دوك البلاطوات والموظفه وراه. فين غادي يوقف هو؟ غادي ديك على اساس قال لي الموظف سير انا شاري الطريق وسادين، سير شوف لا بالك شي سيلون، كتعرف شي واحد مثلا هنايا ولا عجبك شي سيلون، رجع عندي راه ندخلك ليه. هو غادي وغاديين مع البلاطوات على اساس راه دير ليه البال، حيت مولا باكيه. فاش غادي يدوز من حدا السيلون عندنا واحد خونا غادي يهضر معاه بحال هكايا، وقف قدام القريه بدا كيهضر معاه، بانت ليا الجوقات تجوقات، وقفت بحال هكا انا حدا القريه. ويبان لي هاد خونا هذا اللي هو الفرنسي، سلام بخير صافا ترونكيل هادي كدا، وانا نعرفو بانه جاي يعني مسجون جاي، وفي ديك الحاله يعني ما ماشي ديال هذاك الجناح ولا ديال داك الحبس. هما في الاول كانوا كيعزلوا السجناء، كانوا كيتريو بحال هاد الاجانب ولا شي وحدين اللي نقولوا اول لقطه كيديوهم الجناح واحد اللي كانت فيه غير طبقه وحده. تمايا بنادم كتلقاه الجورنال عندهم الحانوت ديالهم، كاين اللي داير بريصه كاع اخوتي في هذيك الوقيته في السيلون عندهم. ولكن في واحد الوقيته من كثر عليهم الضغط، وشكون السبب اللي خلى هذاك جناح واحد ما يبقاش غير ديال الاجانب، هما نيت الاجانب ولكن الافارقه. حيت الافارقه في الوقيته اللي كانوا كيخلطوا فيها هاد الناس هادو اللي هما كيتعتبروا اجانب كيديروهم في جناح واحد، كانوا كيديو معاهم شي افارقه. ولكن الافارقه في هذيك الوقيته كانوا كتار. كتعرفوا حنا من بنادم كان كيجي على الهجره والطريق ديالنا كمحلوله مع الجزائر، في واحد الوقيته كانت محلوله طريق وجده كذا، كانوا كيدخلوا بزاف على رجليهم. وكتلقاهم غير دايعين، راك شفتوا نتوما جيت المحطه في اي بلاصه كتمشي كتلقى بزاف. وكذلك في الحبس كانوا كيدخلوا بزاف، لان هادوك كانوا كيتاجروا في المخدرات، لا في الحبس لا على برا. كتلقاهم هما من اكبر تجار المخدرات، وبالاخص المخدرات الصلبه اللي هي الغبره والاكستازي. يعني هاد الشيء كامل كانوا هما المصدر اللي كيدخلوا هاد الشيء هذا. وانا حضرت بزاف حتى لداخل في عكاشه اللي كانوا كيبيعوا الغبره من الحبس وكيصيفطوا بنادم يتقدى على برا. وهذا الشيء اللي كيخليهم يوسعوا النشاط ديالهم داخل السجن من كيتلاقاو مع هاد الشبكات بحال هاد الشكل هذا اللي كنعاود لكم اخوتي. المهم هاد الفرنسي اخوتي غادي يطيح، غيجيبوه غيدخلوه عندنا للسيلون. دخلوه عندنا للسيلون. انا كانت عندي واحد الكروه في القنش، ديك الكروه اللي في القنش اي واحد كتكون عنده كروه كيكون قدامها بلاصه خاويه، وفي نفس الوقت قدامك باياس، يعني ما كيدخل حد ما كيخرج حد، كتجي في القنش من لهيه. من بان ليا بانه ما فاهم والو في الحبس وجاي مسكين دري نقي وكذا، ما بغيتش خليه ينعس في لاكار يعني. وحتى دوك اللي معايا في السيلون كنوجه لهم التحيه، دراري ضاربين الحبس، حيت الحبس اخوتي كيبقى غير حبس. من غيبان لهم شي واحد بحال هذاك
ان بنادم داخل بالصاك كله ماربورو الماكله نتوما موالين الخير اخوتي. الباياص كيخرج بالماكله ملي كيجي هو من الزياره، كيخرج 2 مرات للزياره. اش منك يا كواري ديال الفرماج حمار، الفرماج اللي معمر شي واحد شافو في هذوك اللي معايا في السيلون، شافو في هذيك الوقت. لك نتوما راه كتعرفوا هذاك الفرماج اللي كيكون فيه الدود، اغلى نوع في الفرماج هو داك اللي كيكون فيه الدود، لان داك الدود ماشي ميكروب ولكن هو خارج من هذاك الفرماج. كما كتشوفوا في داكشي ديال ناسيونال جيوغرافيك كيقول لك هاد الدوده فيها كذا وكياكلها قدام بنادم، يعني فيها واحد الحاجه كتنفع. واحد النهار اخوتي كنشم في الريحه، وهذيك الريحه طالعه من تحت مني بحال الريحه ديال الخنز حاشاكم. وانا كنقلب عيط على الدري قلب معايا والو، كنقول ربما شي لحمه تالفه في شي قونت قديمه راه عطات هاد الريحه. المهم بقيت كنقلب ما لقيت والو. عاود قلبت عاوتاني لغد ليه والو. شويه بقيت كنقلب هبط لتحت كنلقى واحد اللعيبه داك الفرمان. فاش هزيتو شميتو ضربني ديك الريحه، وانا مشي عند خونا هذا الفرنسي وانا نقول ليه قلت له صاحبي تا هادشي هذا راه خانز تديرو في الصاك. ويقول لي لا راه ماشي خانز راه بدا، وهي فين غيبدا يشرح ليا هاد الفرماج كذا وكذا. والصراحه دري من اطيب خلق الله. كنت كنريح معاه كيبقى يهضر مع المدام ديالو، كيوريني التصاور كيوريني فين عايش، وعاود ليا بزاف الحوايج على الاخ ديالو اللي هو راس الحربه. هو بحال قلتي غير تقدم في هاد المشيه هادي ولا مشدود فيها، بحال قلتي داكشي اللي كان غيخلصو خوه هما واخدين الورقه، ولكن الورقه هو صيفطها على حساب خوه هو اللي مصيفط. يعني خوه عارف اشنو كيدير، ولكن خوه علاش بقى على برا باش هو يفاري عليه المشاكل. خوتي من غادي يجي دخل، كتعرفوا ديك الوقيته كانوا دوزوا اخوتي اللي كانوا حاضرين السجناء هذوك ديال الماء اللي دوزوا في السيلونات على اساس بحال ديك الافات اللي كانت وقعات شحال هادي في سيلون 10 بجناح 4 ديال دوك 2 خوت اللي ماتوا معانقين في سيلون 10 وباقي مشمع ليومنا هذا ما كيدخل ليه حتى شي واحد. من كنهبطوا كنطلوا فيه باقي الله يسر ديك الروح ديال بنادم ولا داك الشيء ديك الغموليه ما تغسل ما والو ليومنا هذا والله اعلم. المهم انا خليته في هذيك الحاله في 2018. هاد الوقيته اخوتي كنقول لكم اشنو داروا ديك الشيمينيات دوروهم على السيلونات وفيهم واحد الرشاشات. هادوك الرشاشات فيهم واحد بحال البوله حمراء وفيهم واحد العيبه كدور. علاش هذيك البوله حمراء؟ هذيك البوله حمراء اين فوا كيوصلها الصهد واحد النسبه ديال الحراره كطرطق هذيك البوله الحمراء اللي وسط هذيك الرشاشه، وكتبدا تدور ديك الرشاشه كاع دوك الرشاشات اللي في السيلون كيبداو يطلقوا الماء. وهنا فين داروا هاد القضيه هادي هو علاش جبت لكم علق فيها الكوستار ديالو، حيت الكوستار كان كيمشي بيه المحكمه عنده 2 وكل واحد داير 3 المليون وكلهم بالميكا ديالهم. يعني انسان جاي للحبس جاي معاه كوستار كومبلي وداكشي كامل في الحبس اخوتي ما كيبقاش يتلبس. يعني بنادم يضرب نهار يومين 3 ايام غيلبس صنداله وغيلبس سيرفيطه وغيلبس البيل وغيولي حتى هو يهز الصابون والشابان ويمشي حتى هو يدوش. يعني هادشي بفلوسك، يعني واخا يكون عندك الفلوس واخا يكون عندك اللي كان من كتدخل ما كتبقى تسوى والو. حدك كتسوى عندهم الا جيتي مديتي ليهم. غير هو كتمد ليه راه كيشدك يتعامل معاك، الغد ليه ما تعطيش راه غيبدل معاك المعامله، ولكن انت غتعطي لهذا وهذا 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 يعني غيفرسوك اخوتي بهاد الطريقه هذه. وهاد الوقيته اخوتي غيمشي للمحكمه المره الاولى من غيمشي للمحكمه تما فين غيتلاقى مع واحد الجزائري. هاد الجزائري كان كينعس في الدوزيام وهو ما كانش كيعرفو في الاول، وصدق معرفه وصاحبه وكيعرف حتى الاخ ديالو في فرنسا. فاش كان طالع بحال هكايا داز معاه السيلون ديالو كان في الدوزيام السيلون 7. وهاد السيلون هذا كانوا جامعين فيه تقريبا غير النقيلات، كان هو وشي دراري من فرنسا وشي دراري اخرين لولاد البلاد، غير 15 واحد اللي كينعسوا في السيلون. صافي هو يطلع عندي هو وياه السلام خويا بخير. دخلوا كتعرفوا نهار الزياره خوتي كيكونوا السوارت محلولين على الباطيمه كامله. طلع ريح معانا هاد الجزائري
قلنا اش غنديرو، راه نخلقوا واحد الجو. ديك الساعه هو تاقلم معنا في الجو، جا باش يشوف حتى هو فين عايش، باش تطمئن عليه واش يقدر يبقى تم ولا يهودوا عنده مثلا. فاش جا هو ويا بركو معانا، بان ليه الجو زوين، عجبو، كانوا معانا دراري، الحشيش موجود، كلشي موجود. ولا كيجي هذا الفرنساوي كيتعامل مع الاخر، تا هو جزائري ولكن جنسيه فرنسيه، وكان محكوم ب5 سنين وتا هو على التهريب. فعلا اخوتي غادي يبرك معانا وريحنا، لعبنا الرامي، قصرنا، ضحكنا، شدينا السوم، بقى معانا تقريبا تصفى لابيل وهود السيلون ديالهم. كتعرفوا هادشي كلشي كيأدي عليه المسجون، غير باش طلعوا سوارت محلولين ولا باش تهبط خاصك تمد لي الفوق وتمد لي لتحت، يعني بحال كتسلك الطريق، كتشري الطريق. وهذه غير تهبط ما هاز لا ممنوعات لا والو. هذه غير بغيتي تمشي للفرملي خاصك تكون حتى كتدبر على الموظف باش يخرجك تمشي للفرملي ولا الطبيب. هاد الوقيته اخوتي من برك معانا النهار الاول، جا عندنا النهار الثاني، هاد الوقيته ما بقاش ليا انا بزاف ونتهز ترونسفير. صافي وليت كنبلاني هاد السيد هذا لا بقى هنا، حيت بعض المرات كنفيق كنلقى شي حاجه مثلا ناقصه، يعني كتلقى شي تويشيه ناقصه، حيت كنقول لكم الباياس كبير، بنادم كيشدو الجوع، كيبان ليه برينغليس، كيبان ليه الفرماج، كيبان ليه هادي، كيبان ليه الديسير، ها كيلو حاشي يديه بحال هكا ولا كذا. انا راه ما غاداش تبان هذيك الحاجه نقصات، ولكن ملي كيجي شي واحد كيقول لك راه شي واحد لاح يديه، وفي الاخر كتلقاها من الدراري اللي كتعرف ضرو الجوع. احدك كتبدا تطرطم على بنادم، ديك اللعبه وتلوح في الهضره، واللي هزيتي واللي كذا، وبغيتي شي حاجه قولها، مابقاش تلوح يدك، رانا عرفتك شكون. بنادم ما كيقدرش يهضر، حيت الا بنادم هضر وعلى قال لك راه على الماكله غيشوه بنادم، غيقول لي مالك جعتي مالك كذا. المهم حتى كديرو كا باش ما يبقاش بنادم يزعم يوصل، حيت لداخل في الباياس اخوتي نتوما موالين الخير كتلقى تروسه ديال ماربورو ديال هاد خونا الفرنساوي، الماكله، الفرماج حمر. باش كيمشي للجلسه اخوتي شحال كيوقف ليه من محامي؟ اكثر من 11 محامي اخوتي اللي موقف ليه الاخ ديالو، وكلهم كيترافعوا عليه. من كيمشي اخوتي بنادم دايز غير ابتدائيه، يعني ما دايز جنايات، كتعرفوا هادشي ديال التجاره وكذا، كيوصل حتى ل 30 عام في الحكام ديالو، واخا كدوز المسطره غير في الابتدائيه، لان ما داخلاش فيها تكوين عصابه، حيت فيها غير فرد واحد. بقى كيمشي كيجي، مهم شاف بان الاخر جزائري، خدا ال5 ونفس الموتيف تقريبا حتى هو، عركاتو غير ديك الوريقه. فهاديك الورقه اخوتي في الانتربول عركات شحال من واحد اللي كان كيصيفط الفلوس من فرنسا ولا كان كيصيفطهم مثلا من المغرب، يعني كتكون واحد المعامله. والانتربول هذه هي الخدمه ديالها. نهار اخوتي غنبغي نتهز، بقات ليا تقريبا غنقول لكم 4 ايام 5 ايام 6 ايام، يعني ما محدينش ليا الورقه امتى غتجي من المحكمه من عند الوكيل باش يهزوني لبلاصه اخرى اللي هو المستشفى اللي غتخرج ديك الساعه من الحبس، وخديت براءه وعلاج. هنايا خوتي بديت كنفكر، قلت زكا علاش لي من نهبطوش عند هذاك خونا الجزائري، وهو كانت عنده علاقه معاه مزيانه كيعرفوه، وهذاك كيكمي تا هو الحشيش، وهذا تا هو كيموت على الحشيش، عينيه زرقين دري زوين ولكن الروح ديال الحشيش. قلت الا ديتو تمايا وهبط عنده غادي يلقى واحد الجو مع دوك الناس هما دراري نقيين وجامعين غير النقيلات. اما لا خليتو هنا راه وقيده ما غيتصرفش عليها وغيردوه بحال شي فيكتيم. الفيكتيم اخويا في الحبس ولا اختي في الحبس هو اللي كيتصرفوا ليه على رزقه وما كيقدرش يهضر، لانه ما فاهم والو في الحبس ولا خايف. صافي هنا خاصني نحط شي خطه. هو كنت كنتعامل مع واحد المعامله، يعني لا انسان انا قريب نتهز ربما يقدر داك الباياز ديالي كاع يتفاهم معاه مع منوبه ويشري من عنده هو كما قلت لكم، يعني ميسور، ما غتبانش ليه، يقول لي حتى 2000 درهم يعطيها له. وانا كون قلت ليه حتى 3000 درهم في هذاك الباياس ناخذه، ولكن ما خديت عنده حتى ريال. ولكن كما كيقولوا كنا على عين الله، يعني ديك الدغمه اللي كيتجي راه كنقسموها، وتا حنا لا جاتنا شي حاجه يعني راه كتقسم، راه ما يمكنش تاكل بوحدك. والكارو كان كيتعامل مع السيلون كامل. هذيك الغرفه اخوتي ولا فيها كلشي، التليفونات، تلفازه، اي حاجه، حتى من النظافه ولا كيجيب لينا كلشي داكشي اللي بغينا، ساني كروه، شيتا، كراطه. يعني واحد دخل على السيلون بالرباح، ما غاديش تخليه ليهم يكرفسوه. تما اشنو غنمرض عليه واحد النهار اخوتي من غادي يطلع هو من عند صاحبه،
يلاه بدات تصفى لابيل، طلعوه هو يا الموظف صافي ولا طلع هبط طلع هبط. ولكن كيف قلت لكم طالع كيخلص هابط كيخلص. في الوقيته اللي غادي يجي للسيلون حل ليه الموظف دخل. دابا من دخل هويا مولف كيجي كيلقاني انا مريح مع الدراري، كيلقى البلاصه ديالو كيمشي كيبرك فيها كيغسل حاجتو كيتكا فيها وكيشد التليفون كيتكونيكطا. هذاك النهار انا فين جا اشنو لقاني داير؟ لقاني داخل البلاصه ولكن كاينه الكروه فيها المانط، هبط المانط ديالو حطيتو من تحت، هزيت المانط ديالي طلعتو من الفوق. علاش؟ باش نبين ليه ان راه ما بقاش عندك قعاد في هاد البلاصه، ولكن ما غنفهمك بواحد الطريقه اللي ما غيفهموهاش هادوك اللي معايا اللي مرات شويه بالحبس، حيت هما ما غيبغيوش يخوي السيلون. غيمشي شقيف الشينوي غنتصرفوا على داك خونا بحال انا مصرف ليهم عليه، ولكن انا غير ما بغيتوش نلوح عليهم الوسط باش ما يتصرفوش عليه كاملين وما غيبقاش يرتاح لا في نعاسو لا في هضرتو لا في حتى شي حاجه. صافي هو دخل ويبان ليه شاقي في مكسال في البلاصه وديرها، ما قدرش يهضر، مشى برك مع الدراري في الكروه منهم اللي كارت شومبري رويحه وهذا ولاد دربهم ريح معاهم. انا بقيت مريح واحد اللحظه وانا نوض نط بحال هكا، ما هضرتش معاه بحال هذاك التخزاز وما هضرتش حتى مع الاخرين، وانا الغرض ديالي غير باش يهرب ويمشي عند صاحبه، ولكن باش نوصلها ليه بهاد الطريقه الاخرين ما غيعجبهمش الحال. ديك الساعه هو بدا كيفكر الغد ليه هود شويه غيتم جاي وجاي مع بلانطوات، شميت شي حاجه وجايين معاه حتى مالين الوقت. فاش تمو جايين مع مالين الوقت شاف الباطيمه العربي هذا زيد كدا، المهم طالعين معاه. ديك اللحظه خوتي من غيدخل هو السيلون هما واقفين بحال قلتي شي انتخابات واقفه قدام السيلون عندنا، فيهم موظفه فيهم بلانطوه فيهم مرونه. بحال اللي دخل وبقاو كيتسناو، دخل بحال هكا السلام خويا شقيف هادي راه غنهود عند الدري لتحت. قلت ليه صافي؟ قال لي قلت ليه وسير اخويا والله يدير لك شي تاويل ديال الخير. الاخرين في السيلون كلشي دار وبدا كيدير تصدم او كيفاش هذا غادي كيفاش ما فهمش كيفاش بنادم. بديت كنجمع معاه واحد اللحظه اشنو غيدير اخوتي باش تعرفوا الانسان اللي سخي سخي اشنو غادي يدير. هذه هي استبات ليها خوتي فاش غيديو ليه شي قدوكا ديال الفلوس تقريبا بالو ديال الفلوس. هو من بغى يخرج شاف الدراري كلشي كيعيط عليه سلامه تهلا في راسك واجي عندنا وفين مشيتي، بدا كيقول لهم راه تحت مع الدراري حيت صافي ولف الدراري حتى هو. غيجبد خويا ولا اختي غيجبد واحد البالو ديال الفلوس وغيبدا يفرق 200 200 200 200. جا عندي انا مديه 60 الف فرانك، 3 ديال الورقات زرقين وهما جارين مع ديك اللحظه. خوتي من غادي يخرج هو خلاو تا خرج السلعه ديالو خرج كلشي، والموظف ويجي بحال هكا حيت كلشي تلعب معاهم فيه مال الوقت الا الفلوس. واخا دبر عليهم شوش داروا ليه حيت عارفينه مسكين ما فاهم والو في الحبس، واحد اخر ما يقدروش يديروا ليه هكاك لانه يوصل معاهم حتى المدير محجوز ديو المحجوز. غادي يدير ليه واش هادشي واش هادشي يا صاحبي واش هادشي واش هادشي يا صاحبي. داك تقلاب منا ضحكه ورزه وغيجبدوا لك واش يا صاحبي واش هادشي هذا. غيجبد منا بحال هكا خوتي ورا لينا غيعطي له يقول ورا لينا غيجبد منا الاخر تصط نصها حيت بنادم مسكين تخلع كاع ربما يديوها ليا كامله حيت انا فهمت راه الفلوس ممنوعه وكذا، ولكن ممنوعه على اللي كيبزنز وعلى اللي شي حوايج اخرى. يعني واحد اللي كيشري بها وكذا تقدروا تحطوها ليه في الكانتينه لان ما عندوش شي مخالفات ولا داخل على التجاره، لان ما كاينش اللي كيجي عنده. وربما الا كانت هذيك غير هي الزياره اللي عنده بنادم غادي يمشي عاوتاني لفرنسا، كانوا كيجيو يطلعوا عليه ويمشيو. المهم اخوتي ديك اللحظه غيعطيه نصها قدام عينينا صافي وغيهبطوه تما غيولي معاشر مع هذاك الجزائري. دازت واحد المده قليله صافي هما يجيو ليا تانايا البوليس عيطوا عليا يلاه جمع حوايجك. جمعت حوايجي وكانت هذيك هي اخر مره غنشوف فيها هاد السجين او المهرب اكبر تاجر مخدرات. الظروف اخوتي من كتلوحك لهاد الطريق هادي الاخره ديالها كتكون بحال هكا، والعبره كناخذوها من الاباطره اللي دازوا في هاد الطريق هادي وفي هاد المجال ديال ترويج المخدرات
لان هادشي فيه ذنب كبير وكيوصل الاذى للشباب ديالنا والابناء ديالنا، هما اللي كيدفعوا الثمن ديال الاخطاء ديال هاد المهربين هادو وتجار المخدرات. والعاقبه كتكون حتى عند هاد تجار المخدرات في الاخير خايبه بزاف، لا ليهم لا التريكه ديالهم. وهاد اللحظه اخوتي وصلنا نهايه هاد الحلقه، وتسناو حلقات دائما للعبره مع شاقي الشينوي او عبد الرزاق. تحياتي لخوتي كاملين، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. تحياتي.